معنا الأخت أم علاء الدين من الجزائر، تفضلي. الأخت أم الو، علاء. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. احنا والله العظيم قسما بالله مصدومين، حاسين هيك بصدمة جدا جدا كبيرة، يعني انه هيك التاريخ ايش تمسوا، يعني للأسف حاسين انه احنا جاهلين، يعني انه درسنا حياتنا كلنا هيك، بس يعني انه ما تفقهنا في الدين. الحين عرفنا ائمتنا ائمة عظام نصبهم رب العالمين في هذا الكون، يعني لهداية العباد. نعم. للأسف يعني إنه التاريخ والسياسة لعبت دور جدا جدا كبير في ضلال هذه الأمة. نتحسر على جدودنا، على أجدادنا، نتحسر عليهم. يعني إيش الواحد بيقول، يعني إنه صراحة نبكي على أئمتنا أو نبكي على حالنا، نبكي على أئمة أهل البيت العظام، يعني اللي انظلموا في حياتهم، انظلموا في استشهادهم، يعني إنه هم الحبايب. يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى ونتضرع له إنه يا رب يحشرنا مع محمد وآل محمد إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. وأصحاب محمد هم اللي يتبعوا أهل البيت ويكونوا طوع لأمرهم لأنهم أئمة. نعم. يعني بارك الله فيكم، جئتوا ناس كثير وخرجتوهم من الضلالة، وأولهم أنا، يعني صراحة جزاكم الله كل خير. حياكم الله، بارك الله فيك. شكرا على مداخلة حياكم الكريم. الله. شكرا. نعم. شكرا. نسأل الله تعالى لك وللجميع التوفيق. شكرا لك، وغفر الله تعالى للأسلاف القاصرين غير المقصرين. نعم. ونرجو أنهم كانوا واقعا غير متعمدين. نعم. طبعا بعضهم أحسن. متعمد، كما الآن احنا قرأنا هذه العبارات. نعم. من كبار علمائهم. أنا لا أستطيع أن أقول أن هؤلاء يجهلون الحقيقة، لا، هم يشيرون إلى الحقيقة. واضحة. أحسنتم. الحقيقة نعم. واضحة أمامه، ولكن لماذا يخفون هذه الحقيقة عن الأمة؟ لعله لحاجة في نفس يعقوب. أحسنت. وأظله الله على علم. مع الأسف معنا الأخ. نعم. واقعا لابد أن يسألوا لماذا أنكم تكتمون هذه الحقيقة؟ لماذا؟ ما هو السر؟ يعني لا أقل قولوا ما هي مشكلتكم مع العترة وأهل البيت، وخصوصا وأنتم تعتقدون. أنا خلي أقرأ هذه الرواية دكتور إذا تسمح لي. نعم. في صحيح مسلم هم يعتقدون أن أهل البيت هم نساؤه وهم وبالإضافة إلى آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. خب جيد، لماذا إذن تخشون أن تقولوا ماذا؟ كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما دمتم أنتم تعتقدون أن كل هؤلاء يدخلون تحت. ولكن هذا عنوان أهل البيت. أنا في اعتقادي أن فطرة كل مسلم عندما يسمع أهل البيت يذهب إلى ماذا؟ يذهب أولا إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا يحاول النهج الأموي، وهذا ليس الآن، بدأ من زمن بني أمية، بدأ رأس بني أمية، بدأ برأس النفاق معاوية، أنه بكل ما أوتوا من قوة أن يقصوا أهل البيت حتى من فكر الناس، من عقيدة الناس. وهذا الذي أنتم الآن تجدوه على الفضائيات وعلى المنابر، أنه لا بد أن لا يأتي ذكر لأهل البيت. لا والله إلا دفنا، هكذا كان يقول معاوية. أحسنتم.